اليوم عندنا وصفتين صوص حراق، واحدة بنكهة هندية والثانية من بخارى، وكل واحدة لها طابعها الخاص، حرارتها موزونة وطعمها يحمس ويشعل الفم احتفال. خلونا نبدأ ونشوف مين فيهم راح يفوز. أول صوص معانا لونه أخضر، نكهته كأنه شاتني على مخلل أو دقوس أو طرشي وأشياء زي كذا. إذا تحبوا هالنكهات راح تروق لكم هذه الوصفة. بهاراته مستوحاة من أساس المطبخ الهندي، كمون، حلبة، كركم، محمسين ومستخرج منهم العطور الفواحة، كل شيء متجانس يعطي نكهة دافية وعميقة كأنها جاية من يد جدة هندية تطبخ بكل حب. المكونات الأساسية للصوصين بسيطة: فلفل حار، ثوم، زيت، ملح وخل. 5 مكونات. بديت أول شي بتنظيف الفلفل وتقطيعه وطحنه، لكن ما يحتاج يكون طحن ناعم بزيادة، الفرم الخشن يكفي، راح يعطي ملمس أحلى في النتيجة النهائية. التحضير سهل جدا، ما فيه أي تعقيد، اللي يفرق بين الوصفتين هو ترتيب الخطوات ونكهة البهارات. بهالوصفة كل بهار أو مكون له وقته، ولازم يدخل على الحرارة بالترتيب الصح عشان تبني النكهات طبقة فوق طبقة وتطلع النتيجة نكهة عطور مثالية. بعد خلصت تجهيز الفلفل بدأت أطبخه مع الزيت على نار متوسطة وأقلب باستمرار عشان ما يحترق أو يلتصق. أول ما بدأ الفلفل يلين ويتغير لونه شوي لكن ما زال محافظ على قرمشة خفيفة، ضفت عليها الثوم والملح والبهارات. هنا لازم ننتبه لنقطة مهمة، وهي الحرارة تكون هادية جدا، لأننا ما نبغى نطبخ الثوم والبهارات، بس نبغى نحصل على عطورهم الفواحة، وهالشي بياخد ثواني فقط. بعدها حتى نوقف هالغليان راح نضيف الخل على طول فتبرد حرارة النار وتثبت النكهة. هذه تعتبر أهم نقطة في الوصفة. إذا البهارات والثوم استووا بزيادة الطعم بيصير متغير والرائحة تاخذ درجة عطر مختلفة، وما راح تكون الوصفة مثل وصفة الجدة. ننتقل للصوص الثاني نشوف وش صار معاه. تو استوعبت إن وصفة اللازة ما فيها طماطم، لكن كان شكل الطماطم طازج ومغري فحسيت لازم استخدمه. أوكي خلاص، نعتبرها وصفة جديدة مستوحاة من اللازة، يعني نقول هي مو لازة 100% بس فيها نفس الروح والنكهة. صوص اللازة يتميز بفلفل أحمر مجفف، وباقي المكونات نفس الصوص السابق، ثوم وخل وزيت وملح، مع نقطة مختلفة وهي إن الوصفة ما فيها أي توابل إضافية. واليوم خلينا نخلي الصوص أحمر لذيذ بطريقتي الخاصة. بدأت الصوص الثاني بتشويح الثوم في الزيت. الثوم عندي مفروم وجاهز مخزن في الفريزر مع ملح. إضافة الملح تخليه يظل طري حتى وهو مثلج. الصوص هذا ما يحتاج بهارات، فرح نكتفي بإضافة البابريكا بس لتعزيز اللون والنكهة الحامضة. بعد تشويح الثوم أضفت كل المكونات: ملح، فلفل حار، بابريكا، طماطم وخل. مدة الطبخ راح تكون حتى تجف سوائل الطماطم، بتلاحظوا رغوة تطلع على وجه الزيت. هذا طبيعي جدا لو استخدمتوا زيوت طبيعية، وهنا أنا بستخدم زيت السمسم حتى تكون الوصفة صحية قدر المستطاع. سبب تبخير السوائل مهم، لأن الصوصات اللي فيها ماء ما راح تعيش وقت طويل وتحتاج ثلاجة لحفظها. وهذا كل ما يخص وصفتين اليوم، وبكذا نكون خلصنا، وإن شاء الله تجربوها وتستمتعوا فيها. الصوص الأحمر طابعه عصري ونكهته خفيفة، ثوم بالطماطم. أما الأخضر كأنكم تاكلوا بمطعم هندي فاخر، نكهة البهارات فواحة وطعمه عميق ودافي. هالصوصين يتقدموا مع كل شيء تقريبا. وأخيرا، الطبخ مو بس اتباع وصفات، الطبخ فن ولعب بالمكونات. اعتمدوا على التجربة والإحساس ورح تنبهروا من الوصفات اللذيذة اللي راح تطلع معاكم. جربوا هالوصفة واتركوا لي تعليق تحت إيش اسم صوصكم المفضل. شكرا إنكم كنتوا معي، استمروا بالتجربة والإبداع، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.